وفي إطار بطولة كأس إفريقيا للمحليين المقامة بالجزائر، سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا خاصا لتأمين تنقلات الأنصار ومختلف الفرق المشاركة في التظاهرة. التغطية لحياة عمران. الأجواء رائعة، التنظيم محكم والأمن متوفر، الحافلات أنا مع أولادي، هذا ولد أختي ومع أبناء إخواتي، أنا عائلة هنايا. عندنا تنظيم جيد جدا، داروا لنا كيران. نشكر الدولة الجزائرية وفرت كل الظروف باش المناصر يكون في ظروف حسنة جدا، وإن شاء الله السنة هذه تبقى في الجزائر إن شاء الله أختي. والله غير التنظيم ما شاء الله، يعني حاجز أمني اللي كان بعيد على السطاد، اللي كان سهل لنا المرور هنايا. عندك النقل كيف رفدونا منتزه الصابلات، جيت من منتزه الصابلات. نحن الآن متواجدون على مستوى مدخل الملعب نيلسون مانديلا ببراقي من أجل تأمين عملية دخول الأنصار إلى الملعب، وهذا بعدما قام أفراد الدرك الوطني خاصة أفراد وحدات أمن طرقات بمرافقة الأنصار أثناء تنقلهم من نقاط التجمع التي تم تحديدها من طرف السلطات المحلية لولاية الجزائر، ليتم نقلهم عبر حافلات خاصة خصصت لهذا الغرض. الآن الدركيون يقومون بتوجيه المناصرين إلى مختلف الأبواب كل حسب تذكيرته من أجل أن تكون عملية دخول المناصرين إلى الملاعب بكل سلاسة، خاصة العائلات. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه مختلف وحدات وتشكيلات الدرك الوطني متواجدة في الميدان، وحدات أمن طرقات عبر شبكة طرقات، وحدات متخصصة على غرار الأفواج السينوتقنية يعني الكلاب البوليسية المدربة من أجل العمليات التفتيش للمناصرين للدخول إلى الملعب، وكذا تواجد العنصر النسوي خاصة فرق حماية الأحداث من أجل مرافقة الأطفال ومرافقة العائلات وتوجيههم للدخول بكل أريحية إلى مدرجات الملاعب. تجدر الإشارة ونوجه نداء يعني من هذا المنبر لكافة المواطنين سواء مستعملي الطريق أو المناصرين بضرورة احترام قواعد قانون المرور، وهذا تفاديا لحوادث المرور. أيضا نوجه نداء للمواطنين يعني الناس اللي عندها تذكرة يلتحق بالملعب، اللي ما عندوش تذكرة يعني من المفروض أنه لا يلتحق بالملعب، لأنه لن يسمح له أفراد الدرك الوطني بالدخول بكل بساطة لأنه ما عندوش تذكرة.